السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله ما غاداش نطول عليكم، غادي يكون خفيف ظريف. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي اللحم بالفريت والزيتون. هذا اللحم الماعز اللي كيجي خطير بزاف، الماكله ديالو البنات صراحه كيجي واعر، والمريقه ديالو جات خاطره وبنينه. المهم ما عليكم غير تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. صافي هنايا ان شاء الله ندوزو مباشره المكونات والمقادير اللي غنحتاجو. هنا كيف ما كتشوفوا عندي اللحم الماعز، تاخذوا الكميه نتوما اللي غادي تكفاكم على حسب افراد الاسره. هذه الشحيمه ديالو، عرفتوا هاد الشحمه ديالو تبارك الله شحال لذيذه. صراحه انا عجبني هاد اللحم الماعز بزاف، صراحه جاني احسن من البقري واحسن من الغنمي، والاذواق كتختلف من طبيعه الحال. وهنايا عندي الحامض مصير، طريفات ديال الحامض مصير مقطعه هكذا، وعندي جوج درات ديال الثومه كبار محكوكين. عندي هنايا ربيع قزبر ومعدنوس مقطعه مرقاق. عندي هنايا واحد البصيله كبيره اللي مقطعه هكذا مشلضه هكذا بهذه الطريقه. وعندي هنايا هاد الزيتون خضر بلا عظم، وتقدروا ديروا كذلك الزيتون اللي بلا عظم، المهم كيبقى لكم الاختيار. عندي هنايا 3 حبات بطاطا كبار اللي غادا نغسلهم من بعد وغادا نقطعهم. والعطريه اللي غادا نشاركها معكم ان شاء الله مباشره منين غنبدا نوضعها في الكاميله. المهم انا راه غنطيب في الكاميله، تقدروا تطيبوا في الكوكوط او لا غير هي الكوكوط كطيب بالزربه، ولكن الكاميله صراحه كيجي فيها الطياب لذيذ بزاف وكتخليوها طيب على مهل، يعني على عافيه مهيله. المهم هنا شلت على الكاميله حتى سخنات وخويت فيها قياس نص كاس ديال الزيت العادي ديال الطياب. صافي من بعد ما سخن هذاك الزيت غادا نحط فيه هذا اللحم. صافي وغادا نضيف البصله ضفت هنا دوك جوج دريسات ديال الثومه محكوكين والملحه، معلقه عامره ديال الخرقوم. صافي غادا نحرك هاد المكونات مزيان وغنخليهم يتقلاو شويه مع بعضياتهم، عاد غادا نضيف باقي المكونات ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما داز واحد شويه الوقت ماشي بزاف، يعني كنخليهم يتقلاو غير شويه ديك البصيله مع ديك الملحه. صافي هنا غنضيف باقي المكونات، زدت الربيع وزدت الحامض مصير. دابا غندير العطريه، عندي هنا معلقه عامره ديال السكينجبير، معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال البابريكا. يعني التحميره كتبقى اختياريه من طبيعه الحال، تقدروا ديروها وتقدروا تستغناو عليها. انا كيف ما قلت لكم في فيديوهات قبل انا دائما كنطيب بها. هنا زدت قياس نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء باش غنخلي هذا اللحم ديالي يتقلى مزيان مع هذه العطريه وهذه البصله وما يلصقش، باش ما يلصقش. صافي غادا نسد عليه وغنخليه يتقلى مزيان، عاد نضيف الماء اللي غادي يطيب فيه هذا اللحم. وهنا يا اخواتي من بعد ما تقلات الكاميله مزيان هذيك البصله ومع ديك العطريه وداكشي، صافي دابا غادا نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هذا اللحم. هي الكاميله دغيا كتنشف، خاص لي يرد معها البال وخاصها طيب على عافيه مهيله. صافي انا قاديت هذا اللحم هكذا، صافي وسديت عليه كمل الطياب يطيب، يعني كمل الطياب ديالو. صافي هنايا قطعت بطاطا وخليتها في الماء باش ما تكحلش. وهنا يا اخواتي كيف ما قلت لكم الفيديو خفيف ظريف، يعني انا كنجرب المراحل. هنا من بعد ما داز تقريبا شي ساعه ديال المكانه، انا فاش قلبت اللحم كتاخذوا شي فرشات ولا موس
قلبت اللحم لقيته تقريبا طاب، يعني خاصو يزيد غير شويه. صافي وزدت ليه واحد الكميه ديال الزيتون، دابا غنخليه يكمل الطياب ديالو باش نيت تنشف ليا ديك المريقه وتختار. صافي ودابا غادا نمشي نقلي هاد البطاطا وغنلتقي معكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. صافي هنايا اخواتي من بعد ما قليت بطاطا، غير هي البطاطا اللي جاب ليا هي صراحه ماشي ديال القليان، غير كنحطها في الزيت كتحمر في البلاصه ولكن ماشي مشكل عدينا بها صافي. ولكن صراحه راه جات اكله واعره، جات اكله لذيذه بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا المريقه ديالو كيفاش كتجي خاطره وبنينه، والمذاق راه ما نعاودش لكم عليه، وديك الشحيمه ديالو راه كتجي خطيره صراحه، احسن من الشحم البقريه، احسن. انا بعدا عجبتني بزاف، والاذواق كتختلف كيف ما قلت لكم. صافي هنا غنكون وصلت لنهايه الفيديو اخواتي، والى اللقاء.